أهلا وسهلا فيكم. تفضلوا حضراتكم، شو بتحبوا تطلبوا؟ استنى قبل لا تاخد أي طلب. نايا، أنا بعرف منيح شو مشروبك المفضل. بلاك كوفي مع كريمة ورشة شوكولاتة على الكريمة. مزبوط نايا؟ مزبوط معتز، برافو عليك. لولا شوي حسيتك بتعرف عني أكتر مني. طبعا، ليش أنا كم نايا عندي أصلا. فارس حبيبي، انت بتحب القهوة السادة صح حبيبي؟ علشان هيك خليه يجيب قهوة سادة. مزبوط حبيبتي، أيوة فعلا بحب القهوة السادة. بس من خبرتي معك سيد فارس، باعتباري كنت من قبل مساعدتك الشخصية، وبعرف انه انت ما بتحب الا الاشياء الحامضة واللي ما إلها طعم، يعني تافهة. صراحة هذا اللي شفته وهذا اللي عرفته من ذوق حضرتك. لا يا سيد فارس، الواحد لازم يقدر الأشياء الحلوة. شو هاي الحامضة ما حامضة؟ أنا أصلا يا سيد معتز أكتر واحد بالدنيا بيعرف قيمة الأشياء الحلوة والثمينة. لكن شو تقول، الأشياء الحلوة بتنسى حب إلها بسرعة مذهلة، أما سرعة نسيانها أذهلتني بصراحة. هذا الإشي عادي سيد فارس، خصوصاً لأنك بتسمح لنفسك تتذوق الأشياء الحامضة والتافهة. فارس حبيبي، خد هاي اللقمة من إيدي. بالهنا والشفا حبيبي. يسلموا هالإيدين حبيبتي. هيك زودتها كتير يا فارس. هاد كله بسبب الغبي الأهبل اللي جاي معه. بس حسابك عندي يا معتز. ماشي يا فارس، شوف شو رح أعمل، وما تنسى إنك أنت اللي بدأت. معتز حبيبي. شو حكيتي يا نايا؟ حبيبي معتز؟ عن جد؟ أنا أسعد واحد بالدنيا. طبعا عن جد حبيبي. يلا حبيبي، اعمل لي شعري وحط لي البكلة. تكبري قلبي يا نايا، شو بالبقلك تلبسي البكلة بهالشعرات الذهبيات الحلوات اللي بجننن. تسلم لي حبيبي معتز يا غالي. إذن هاي السكرتيرة اللي حكت لي عنها ماما. خليني أخبرها إنها بعدها بتحب فارس وبتحوم حواليه، وواضح إنه فارس بحبها وغيران عليها. خلي ماما تخلصني منها. حبيبي فارس، لا تنسى موعدنا الليلي بالفندق، وكمان علشان نقابل ماما هناك. ولو حبيبتي، أنا مستحيل أصلاً أنسى مواعيدنا. طبعاً رح نروح على الفندق ونقابل ماما، ما يهمك يا حلوة. سيد معتز، بصراحة أنا راجعت المشروع اللي بابا سلمك إياه، وفي عندي أشياء كتير معترض عليها. لما أصحح الأشياء اللي مش عاجبتني بنرجع منتلاقى وبنحكي في الموضوع إذا كان إلنا نصيب. لكن يا سيد فارس. خلص يا سيد معتز، لا لكن ولا أي إشي تاني. أنا حكيت كلمتي، وإذا إلنا نصيب نرجع نتلاقى سوا، وأنا هس لازم أمشي.
هسه بنتي لما مبسوطة وسعيدة مع فارس. خليها تسيطر عليه عشان نحصل على ثروته ونكبر ثروتنا إحنا كمان، وبالمرة بنتي لما تتزوج واحد ما كانت تحلم فيه، باعتبارها مش دارسة ومهملة ومش راضية تتعلم إشي. والله وعرفت أحصل عليك يا فارس، أنت وأبوك مثل الخاتم صرتوا بأصبعي. هات تليفوني، يا ترى مين اللي بعت مسج على التليفون؟ خليني أشوف. شو؟ هذا المسج من لما وبتحكي فيه إنها بعدها هي السكرتيرة بتحوم حوالي فارس. أوف أوف، هي السكرتيرة بعدها في الشركة؟ ما طردوها لا خليل ولا ابنه؟ ماشي، أنا بفرجيكي، أنا رح أطردك من الدنيا أحسن يكون لك عقلك تخربي على بنتي زواجها من فارس. اتحملي شو رح يصير فيكي يا سكرتيرة. أوف، منيح إني خلصت منها لهاي اللزقة، مصدقة حالها يعني من كل عقلها إني أقضي كل وقتي معها. أعوذ بالله منها، كريهة بشكل لا يوصف. سيد فارس، جبت لك المعلومات اللي طلبتها مني عن السيد معتز. أيوة ممتاز، احكي لي شوية تفاصيل من اللي عرفتهن عنه. اللي عرفته إنه هو مهندس في شركة السيد وديع، والسيد وديع بثق فيه ثقة عمياء وبخليه ينفذ كل المشاريع اللي بوصيه عليها من دون حتى ما يراقبه. اسمعني منيح، بدي منك توصل لمعتز عقد عمل في شركة أوروبية ويكون معاشه فيها عالي جدا بحيث إنه مستحيل يرفض السفر لأوروبا، مفهوم؟ وبدي إياه كمان بأسرع وقت ممكن، حتى بكرة، فاهم؟ حاضر سيدي، مفهوم، بأسرع وقت ممكن. أنا بجد مصدوم وحزين جدا وزعلان على الآخر. معقول يا نايا بهالسرعة بتصيري مع زلمة غيري؟ شو يعني ما صدقتي وأنا أبعد عنك؟